باراك اوباما اول رئيس من اصول افريقيه وصل للبيت الابيض ورجع لنا حقنا. الراجل ده يا جماعه حطم كل الحواجز اللي ممكن يتربط بيها اي رئيس. قرر انه يقضي فترته الرئاسيه رئيس ومواطن في نفس الوقت، بغض النظر عن اي قرارات سياسيه هو اتخذها. بس خلينا نسال نفسنا كام سؤال: هي الناس دي فاهمه سياسه عننا ولا احنا بهايم ولا ايه بالظبط؟ في نهايه 2008 اوباما رشح نفسه للرئاسه، وكان من ضمن المترشحين ضده هيلاري كلينتون. كسب الانتخابات وهيلاري اتعينت وزيره الخارجيه الامريكيه. نخورت وراه، اغتالته، وقعته في مصيبه؟ لا، كل ده ما حصلش. مسكت منصبها وعادي خالص، كانت بتناقش مصلحه البلد اللي هم فيها. ليه؟ عشان هم كفروا واعداء الله والرسول. المهم، مش ده موضوعنا. اوباما كان بيعمل اللي ما اتعملش، بيروح الجيم وينزل الشارع وبيسلم على الناس وعادي خالص. ايه؟ انت عايز تقنعني ان هو كان بينزل الشارع كده عادي؟ انت عبيط يا ابني؟ كان بينزل الشارع، كانت بتخبط في دماغه وبينزل الشارع كده عادي، معاه الحرس بتوعه طبعا. بس كان بيلف وبيسلم على الناس، ناس حقيقيين من الشعب، مش زانقين الناس تحت الكوبري عشان يعدي هو من فوق، ولا جايبين مخبرين وملبسينهم عشان يمثلوا. كات. انت حمار يلا، انت عايزنا نتحبس؟ خلاص طيب خلاص، اخر مره. كاميرا رولينج، ساوند رولينج، اكشن. اوباما اختلف عن جميع الرؤساء في اي حاجه هو بيعملها، بيروح يتفرج على الماتشات وبيروح يسلم على اللعيبه جوه اوضه الملابس، وفوق ده كله كان بيطلع في البرامج والتلفزيون عادي جدا. طلع في برامج واستضافوه وعمل اعلانات وخد سيلفي. رئيس امريكا بقى براحته. في نفس الوقت من حوالي شهرين او 3 صدم الناس كلها لما طلع في البرنامج مع جيمي كيميل بيقرا تويتس مكتوبه من الشعب الامريكي بتنتقده عادي جدا. لا حد اتحبس ولا حد اتسحل ولا حد اتقتل ولا حد ولما انتقدوه في الجرايد والمجلات والقنوات ما قفلش القنوات ديت، بالعكس ده طلع بعدها ورد عليهم بطريقه كوميديه جدا، وجاب واحد من الناس اللي بتتريق عليه اصلا على اليوتيوب وقعد يسف على كل اللي اتريق عليه في حفله مهمه جدا. وبعد ده كله قبل ما تنتهي فتره رئاسته عمل الاكونت الخاص بيه في تويتر وكسر رقم قياسي لما جاب 1,000,000 فولور في 4 ساعات. بيل كلينتون دخل يقلش عليه، قال له انت عملت اكونت جديد ليه؟ هو اليوزر نيم بتاعك اتاخد منك لما تمشي؟ بس طبعا ابو سمر ما سكتلوش، سف عليه في تويتر، قال له فيما معناه يعني لما هيلاري مراتك مترشحه للانتخابات الجايه لو كسبت انت هيبقى اسمك ايه؟ فيرست ليدي؟ الموضوع نام عادي جدا، لا قضايا ولا شباشب ولا هم يحزنون. خلص فترته الرئاسيه بعد ما قضى فترتين رئيس للولايات المتحده الامريكيه وماشي عادي خالص، لا ثوره ولا انقلاب ولا اي حاجه، والشعب بتاعهم عادي خالص. طالما البلد ماشيه فل، الشعب ماشي فل، ناس متقبله الديمقراطيه. الغرض من الفيديو ده لا لي اي انتماء سياسي ولا اي توجه، انا اصلا ماليش في السياسه. كل اللي عايز اوصله ان الناس دي متقدمه عننا لان كل واحد بيقوم بشغله وبس، واحنا مش هنتقدم طول ما احنا ماشيين بالطريقه دي. كوريين اهم عندهم رئيس عدم واحد بسلاح نووي ولا حد اتكلم. اللي عايز يتقدم وينجح ملوش دعوه بالزيطه، اجتهد وانجح لنفسك. ما طولش عليكم يا جماعه، لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ولو ما شفتوش الفيديوهات اللي فاتت تقدروا. ما فيش فيديوهات قبل كده. باي.